عاوز ابدا حلقتي النهارده باعتذار واجب لكل مشجعين المنتخب البلجيكي الشقيق اللي اتكسفوا وزعلوا امبارح وناموا حزانه. ناموا في زعل شديد، ناموا كان ممكن يحصل لهم حاجه وهم نايمين، لان كان في تربص وانتظار لكارثه تحصل للمنتخب الوطني عشان يقطعوا فروته، وينزل سكريبت حمزه عبد الكريم، وينزل سكريبت منتخب الاهلي اللي فضحنا، وينزل سكريبتات كتيره جدا. كل ده اتكسر مقاديفه بعد اللي عمله منتخب مصر امبارح وحسام حسن. موقف صعب وشكل غريب، الواحد يزعل قوي لما يبقى في مصريين بالشكل ده. الكلام ده مش كلام فارغ ولا كلام في الهوا، وهديك الدليل دلوقتي، هديك الدليل. وسهل جدا ان انت حتى كشخص عادي جدا تفهمه وتشوفه بعينيك وتعرفه. مساء الفل عليكم ومساء النور على متابعين قناة المدرج الأهلاوي، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع وائل الإمام. امبارح كان يوم جميل لمنتخب مصر. النهاردة في حلقتنا هنتكلم على منتخب مصر، وهنتكلم كمان لأنه كان يوم جميل تاني في النادي الأهلي اللي أعلن على المدير الفني الأجنبي الخاص والمدير الفني اللي جاي السنة الجاية. هنتكلم على كل ده النهاردة، بس خلينا نبدأ بالمنتخب. المنتخب اللي شرف كل مصري امبارح بكل معنى الكلمه، المنتخب اللي استفاد كتير قوي بالمباريات الوديه، المنتخب اللي دخل امبارح ماتش بلجيكا وانت تحس ان المنتخب واقف على رجله مش خايف. المنتخب داخل عنده ثقه، المنتخب رايح بيضغط من قدام باربع وخمس لعيبه من اول دقيقه لغايه ما امام عاشور يسجل الهدف الصاروخي القاتل الجبار اللي خد عندك كده عقد احتراف جاي لامام عاشور باسرع وقت ممكن. خلاص، مان اوف ذا ماتش يا امام عاشور يا مفتري في مباراه بلجيكا. حاجه كبيره جدا لامام عاشور، هتجيب له عقد احتراف بشكل مؤكد حتى لو ما لعبش الماتشين الجايين، لانه عمل ماتش جامد جدا يستاهل عليه مان اوف ذا ماتش بالفعل. امام عاشور اللي كان نقطه تحول امبارح في مباراه المنتخب دفاعا وهجوما. خلينا اقول بس ان المباريات الوديه اللي لعبها المنتخب، اذا كانت مع اسبانيا ولا روسيا او حتى البرازيل اللي قبل على طول كاس العالم، كل ده خلى المنتخب يلعب كل الطينه والشكل بتاع منتخب بلجيكا. فما دخلت مباراه بلجيكا ما كانش عندك رهبه، ما كانش عندك خوف، ده انت جربت كل الناس دي وجربت الجماهير، ده انت رحت لعبت منتخب اسبانيا في اسبانيا وجماهير اسبانيا، وتعرضت كمان لاهتفالات عنصريه هناك. ده انت كمان رحت او لعبت مع منتخب البرازيل، ده انت كمان لعبت مع كذا منتخب قوي قبل ما البطوله تبدا، وكل ده اداك راحه كبيره جدا نفسيه وانت داخل البطوله، ان انت ما عندكش قلق ان انت تلعب اي منتخب. وده تشوفه بشكل كبير جدا في الثقه اللي كان بيلعب فيها المنتخب، ودي كانت نقطه تخليك تخسر مباريات كتيره جدا في كاس العالم او في اي محفل كبير. انت بتروح بتبقى خايف. اللعيب دايما الفرق بينه وبين اللعيب الاوروبي غير الفروق المهاريه اللي احنا عاوزينها والخبرات، الخوف. انت ده واخد على شكل ومسابقات ومباريات كبيره، وانت قاعد بتلعب هنا في المباريات المحليه. لما بتروح تلعب مباراه زي دي تترعب. حسام حسن خد باله من النقطه دي، وعشان عنده خبره كبيره في الكلام ده سابقه، خلى منتخب مصر يخش منتخب بيلعب منتخب بلجيكا وهو عنده ثقه في نفسه. امبارح وبكل وضوح المنتخب المصري لغايه ما سجل الهدف كان الافضل داخل المباراه، وكان بيحاول ان هو يضغط من قدام، بيحاول يقطع من قدام، بيحاول يستحوذ لغايه ما بدانا او سجلنا الهدف بتاع امام عاشور وبدانا نرجع للخلف حبتين. المنتخب كان الافضل على فكره. طبيعي جدا انت وانت داخل ماتش زي بلجيكا قاعد اول حاجه بتفكر فيها هو انا ممكن اشيل كام. بلاش تكذب على نفسك، بتقول بتحاول ان انت تشجع نفسك، تقول ان شاء الله هنتعادل، ان شاء الله هنعمل ماتش كويس، ان شاء الله ممكن نكسب، مش عارف ايه. بس انت داخليا عارف ان انت بتلعب منتخب تقيل قوي. امبارح انت بتلعب قدام اجمد وينج في العالم تقريبا دلوقتي، دوكو محمد هاني بيقدر يوقفه. لولا الاون جول اللي سجله محمد هاني في نفسه، حرفيا محمد هاني كان ممكن ياخد احسن لاعب في المباراه. نوقف دوكو بشكل بشع امبارح، اللي خلى مدير الفني البلجيكا يجيبه ناحيه الشمال وبعدين ينقله تاني يمين وبعدين يجيبه في الوسط، وتشوف لقطه جباره تقدر تعرف محمد هاني عمل ايه في الشوط الثاني. وقبل الهدف مباشره دخل دوكو في العمق عشان يعمل شويه نوش حوالين
ياسر ابراهيم وحمدي فتحي، وفعلا نجح. فراح رايح مشاور ساعه الفاول اللي حطه دي بروينا في القائم، شاور للمدير الفني قال له يا ريس يا ريس سيبني هنا. فقال له هنا وقعد اداله الرسم التكتيكي عشان يسيبه في العمق. عاوز يهرب بجد، حرفيا عاوز يهرب من الاطراف اللي برضه فتوح بالمناسبه عمل ماتش كويس جدا فيها. ولولا ال اقول ايه السرحان شويه من ياسر ابراهيم اللي سرقوا لوكاكو اول ما نزل على طول وخطفه في ظهره وراح خبط محمد هاني بالقوه البدنيه وسجل، كنت ممكن جدا تطلع كسبان. قوه منتخب مصر من وجهه نظري مش هنا وبس، قوه منتخب مصر حصلت في كذا حاجه. عشان تقدر تكمل الماتش بكل قوه وبكل ضغط كنت لازم تحافظ على اللياقه البدنيه بتاعتك. ونيجي هنا للاتنين اللي قدام اللي هم بيطلعوك وبيخرجوك من ورا. محمد صلاح اللي عمل شوط هايل و10 دقايق هايله في الشوط الثاني، لانه كان بيستقبل كل الكرات اللي انت بتشتتها او بتطلع منها وبيحتفظ بيها بشكل كويس جدا، وبعدين يبدا يمرر. ان محمد صلاح هو اللي مرر تمريره امام عاشور في الشوط الاول اللي سجل منها الهدف. ده كان دور محمد صلاح ودور ممتاز، ان المنتخب بيلعب في المباراه دي 4-4-2 او بالاخص 4-4-1 امام 1-1 اللي هو واحد محمد صلاح واللي قدامه مرموش اللي كان سيء جدا بالمناسبه. ولازم يراجع نفسه كتير مرموش ويبدا يفكر في زمايله اللي حواليه ويبدا يفكر ازاي يفيد المنتخب. محمد صلاح لما قرر انه يطلعه حسام حسن كانت اللياقه البدنيه بالفعل بتاعتك وقعت، ودي كانت نقطه مهمه جدا. اللياقه لبعض اللعيبه وكان منهم محمد صلاح. حاجه بقى محمد صلاح اكيد ما بقاش زي الاول. محمد صلاح عنده 34 سنه، اكيد 90 دقيقه في كاس عالم قدام منتخب كبير زي بلجيكا ممكن تعمل له مشاكل، وكان قرار صائب جدا عشان ينزل بعض اللاعبين اللي يدوك روح جديده ونفس جديد. وفعلا اول ما نزل حمزه عبد الكريم وزيزو في التغييره الاولانيه اللي عملها بنزول رامي ربيعه، بعد التغيير الاولانيه اللي عملها بنزول رامي ربيعه وبعدين حمزه عبد الكريم وزيزو والثلاثه دول نزلوا، منتخب مصر اختلف تماما. وهنا يجي اللقطه الاروع بالنسبه لي في المباراه لما خلص ماتش منتخب المغرب. كنت مبهور بحاجه في الماتش. المغرب بينهي المباراة ب20 دقيقة ولا أروع قدام منتخب البرازيل، والبرازيل هي اللي في نص ملعبها رغم اللي هي متعادلة وهي اللي بتدافع وهي اللي خايفة تستقبل. الكلام ده احنا عملناه امبارح يا ريس. افرح والله انت عملت كده امبارح بالفعل. اخر ربع ساعة وبعد التغييرات اللي عملها حسام حسن منتخب مصر هو اللي ضاغط وهو اللي ماسك كوره وهو اللي بينهي المباراه مع بلجيكا المصنف التاسع عالميا اللي متعادله معاك واللي المفروض بعد التعادل بتدور على مكسب. لقطه عظيمه جدا لمنتخب مصر تخليك تفكر كتير. هو المنتخب ممكن يصعد من المجموعه بشكل عامل ازاي؟ مبدئيا انت عندك نيوزيلندا تاخد الثلاث نقاط، نقول لك مبروك الصعود اكيد ورسميا باحسن توالد. تكسب مباراه ايران نبدا نشوف انت هتطلع اول ولا تاني، او حتى تتعادل مع منتخب ايران بشكل كبير هتطلع ساعتها تاني. يا جماعه خلينا نقول مليون مبروك على اداء المنتخب. نتمنى باذن الله ان المنتخب بكل قوه وبكل عزيمه وبكل اصرار من جماهيرنا العظيمه وليس مشجعين المنتخب البلجيكي ان انت تقدر تكمل بالشكل ده. اخيرا خش الصفحات لبعض منتمين او مشجعين الزمالك امبارح وتنصدم. الكلام ده مش للتعميم 100%. في ناس كتير محترمة بتشجع المنتخب مصر، لان انا مش قادر افهم انت ازاي بتشجع منتخب بلجيكا، ازاي مستني بلدك تقع. تخيلوا لما اخش لكتير من صفحات الزملكاوية الاقيهم ولا كلمة على اداء المنتخب غير تقطيع. ومش كده وبس، كمان ده كان السكاكين متحضرة يا ريس. ده السكاكين كانت متسنة ومتحضرة لدرجة ان شفت واحد فيهم بيشيد باداء المنتخب السعودي وبيشتم منتخب مصر بعد ما المباراه خلصت. انتوا في ايه؟ الكلام ده مش للتجميع لان فعلا في ناس كتير كانت بتشجع منتخب مصر منهم، ولكن في عدد كبير جدا كان مستني سقوط حسام حسن امبارح عشان يقول لك منتخب الاهلي حمزه عبد الكريم الظلم
والاسطوانه اللي انتوا عارفينها. مبروك، اللي جاي افضل. النادي الاهلي امبارح بيحضر للموسم الجديد وبيعلن بشكل رسمي على حسين عموته لمده سنتين. مليون مبروك يا حسين، ان شاء الله عليك النادي الاهلي. ان شاء الله كلنا امل باذن الله ان انت تقدر تعمل اداء ممتاز مع النادي الاهلي. كلنا امل باذن الله ان انت تكون مدير فني للنادي الاهلي بشكل قوي. النادي الاهلي جايب شخصيات كبيره جدا في الجهاز الفني، زائد كمان حسين عموته عنده خبرات كبيره جدا. نتمنى كلنا انه يكون موسم كبير جدا للنادي الاهلي باذن الله السنه الجايه. حسين عموته، والمفاجاه ياسر رضوان. ياسر رضوان اللي إذ فجأة اتعلن ومحدش فعلا اتكلم عليه كلمة. ده كان سر من أسرار سيد عبد الحفيظ اللي معرفش بيها أي مخلوق، وفاجئ بيها الجميع حتى داخل النادي الأهلي، إن يتم الإعلان عن ياسر رضوان مساعد المدرب المصري داخل الجهاز الفني. الجهاز الفني بتاع النادي الأهلي عاوز حلقات كتير عشان هنتكلم عنه، لأنه لسه كمان بيجهز إذا كان من المساعدين المغاربة أو الأجانب. عايزين نشوف التوليفة دي هتعمل ايه ان شاء الله، وتقدر تفيدك بايه السنه الجايه. بس انا مستبشر خير بالنادي الاهلي السنه الجايه باذن الله. البدايات صح، وضام البدايات صح باذن الله باذن الله باذن الله تكون النهايات افضل وافضل. محتاجين كلنا ان احنا نآزر النادي الاهلي الفتره الجايه بشكل كبير، ونكون في ظهر النادي، لان ما عندناش اي حلول تانية غير ان احنا نبقى سبورت للنادي الفترة اللي جاية. احنا الوقت ده وقت ان احنا نقوم وننهض من كبوتنا بتاعت السنة اللي فاتت، ودي مش هتتم ولا هتحصل الا بمساعدة الجمهور الكبير بتاع النادي الاهلي. النادي الاهلي بيشتغل صح دلوقتي. النادي الاهلي بيجهز حتى على مستوى اوضه اللبس انه يكون في لعيبه كبار. على فكره كل اللي بيحصل عشان ارجع اكرم توفيق، حمدي فتحي، شئت ام ابيت، معارض او موافق، راجع لان سيد عبد الحفيظ يرى وبكل قوه ان اللاعبين اللي هو بيجيبهم دلوقتي او بيحاول يجيبهم، اذا كان اكرم توفيق او حمدي فتحي، هيكونوا تقيلة كبيرة جدا داخل غرفة الملابس، اللي هو شايف انها كانت اكبر مشكلة في الاهلي السنة اللي فاتت، وان المشكلة دي لو اتحلت الاهلي هيقدر يطلع بكتير قوي من مشاكله. اتمنى بس ان احنا نختار الاختيارات الاهم في الفريق بشكل قوي. راس الحربة لازم يجي تقيل جدا. الوينجات لازم تدور لك على وينج محترم. لازم تبدا تشوف اللعيبه بتاعت انبي بالذات، ولعيب في نص الملعب ولا لعيب في خط الظهر بشكل كويس. حسين عموته على فكره متواصل بشكل مباشر مع المسؤولين في النادي الاهلي ومع وائل جمعه بشكل على طول يومي، علشان يبداوا يشوفوا ويرتبوا الدنيا اللي جايه عامله ازاي. ففكره ان احنا ان شاء الله السنه الجايه او بالتحضيره اللي بدري دي والتجهيزه اللي بدري دي والاعلانات اللي بتحصل بدري دي ماشيه بشكل كويس مطمناني، لان من زمان قوي ما عملناش الشغل ده. مبروك. لايفات مستمرة في كاس العالم عشان نتفرج مع بعض على المباريات. بشكركم جدا على الحلقة. لايك وسبسكرايب اذا عجبتك الحلقة، وان شاء الله دايما نتقابل على خير. سلام.